معالي الدكتور احمد شعراوي، عميد معهد الكبد القومي بمحافظه المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك معنا يا فندم. وعاوزين من سعادتك كده اهم الاخبار التي تهم القارئ في محافظه المنوفيه في جمهوريه مصر العربيه بصفه عامه والمنطقه العربيه حول النشاط الخاص بالمعهد، او اهم الاخبار الخاصه بالعنايه بالمريض اللي بيقدمها معهد الكبد القومي في جمهوريه مصر العربيه بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا معهد الكبد القومي من المسمى بتاعه أنه قومي، أي لا نطاق عمله ليس مقصورا على محافظة المنوفية ولا على الدلتا، بل يمتد نشاطه لجميع محافظات الجمهورية والمواطنين، بل بالعكس بيمتد للمواطنين العرب وأقربهم الإخوة الفلسطينيين طبعا. والحقيقة من أكثر الناس المرضى اللي بيجوا لنا هنا كان المواطنين السوريين قبل الأحداث في سوريا طبعا، المواطنين اليمنيين قبل الأحداث الأخيرة في اليمن، ويمكن ما زال في بعض المرضى اللي اضطرت ظروفهم لاحداث اليمن انهم يظلوا فتره موجودين في مصر، انما جم مصر اصلا عشان العلاج في معهد الكبد. فالحقيقه خدماتهم تمتد لمنطقه كبيره جدا، انما الخدمات التعليميه بتمتد لافريقيا كمان. عندنا طلبه دراسات عليا من السودان، من بعض الدول الافريقيه الناطقه باللغه الانجليزيه بالذات، جالنا منها ناس كتيره جدا لدراسه الماجستير هنا. لان احنا طبعا دورنا علاجي وتعليمي وبحثي. بالنسبه للعلاج الحقيقه احنا كنا قبل كده 100 سرير، وده كان بيبان تقصير كبير جدا في الخدمه، نظرا لان من المعروف ان امراض الكبد هي اكثر الامراض شيوعا في مصر. فبالتالي واحنا تعدادنا الحمد لله ربنا يزيد كبير. فبالتالي لما تيجي تبص للكتله اللي بتعاني من امراض الكبد باختلاف انواعها، بغض النظر عن فيروس سي او غيره، هتلاقي كتله كبيره. وبالتالي لما تيجي تشوف كل مريض من دول في كتل الاسر المصريه، لان كل مريضه معاه الاسره بتاعته، فبالتالي معاناه عدد مثلا ما لا يقل عن 10 مليون 15 مليون اسره مصريه وليس مريض مصري، لان مش ممكن هيبقى اب او اخ مريض في الاسره والاسره مش بتعاني معاه، لا بيعانوا معاه معاناه كبيره جدا. فبالتالي بيجي لك ناس كتير جدا من هنا بعد التوسعات الجديده ال 400 سرير، ووحده المناظير الكبيره ودخول علاجات جديده لفيروس سي، بدات خدمات المعهد تحس انك انت بتقدم خدمه لعدد اكبر للجمهور. بدأ لحد كبير، مش هقول تماما، اختفت قوائم الانتظار. النهارده يمكن مثلا بيتردد عليا في يوميا حوالي مثلا من 70 ل 100 حاله طوارئ. حاله الطوارئ ديت عباره عن غيبوبه في الغالب او نزيف قيء دموي. دول حالات بتبقى محتاجه الى علاج لحظي في لحظتها. الحقيقه بيتوجه لك الناس من هنا ومن هنا. كان قبل كده الناس يمكن من المحافظات الاخرى بيخاف يجي المشوار ده كله لمعهد الكبد ويلاقي جميع السراير مشغوله، فكان بيخاف من الحته دي، كان بيتصل قبلها وكلام من ده. النهارده هو بيجي مباشر، في نسبه 90% بيجد السرير اللي هو عايزه متاح. لكن احيانا بتبقى السرير مش متاح، بحطه يمكن في اماكن اخرى الى حين اقدر استقبله تاني يوم او حاجه. خدمة الطوارئ دي خدمة مهمة جدا، لأن المريض بيجي في أي وقت من الليل من النهار، أجازات، يوم جمعة، أيا كانت الأيام بيجد. المناظير مفتوحة، المريض بيتجهز إذا حالته تسمح بدخول المناظير ووقف القيء الدموي. ودي خدمة مش متوفرة هقول في معظم الجمهورية، إن المريض لو جاي بقيء دموي إذا كانت حالته ثابتة أو مستقرة زي ما بنقول وتسمح التعامل معاه بالمناظير، بيخش ساعتها على طول. جه الساعه 3 الصبح، جه الساعه 4 الصبح، خاصه القيء الدموي بيهاجم الانسان غالبا بالليل، ما بيهاجموش بالنهار قوي. فبالتالي ده بيلاقي الخدمه دي متاحه. مريض الغيبوبه ده مريض مش ممكن يقعد في البيت، مش ممكن يتعالج في البيت. الحالتين دول مجرد حدوثهم لابد يتنقل لمستشفى، ومستشفى على درايه انها تتعامل معاه ازاي. الاثنين دلوقتي الحقيقه من الخدمات اللي اصبحت انا سعيد جدا بيها انها موجوده، لانها بتخفف عن الناس الى حد كبير.